اليوم حديثنا عن الوطن الشقاوة عبد المجيد كنة. عبد المجيد كان يسكن بمنطقة الفضل من أسرة بغدادية كانت معروفة بذاك الزمن، وكان معروف بجرأته وقيادته المجموعة من الأشقيائية من أيام العثمانيين، وكانت هاي المجموعة تميل للحركة الوطنية بذيك الفترة. ومن بدأت الأحداث التمهيدية لثورة العشرين قامت تصير تجمعات واجتماعات بالمدارس والجوامع، وتطالب هاي التجمعات بالاستقلال وإنهاء الحكم البريطاني. عبد المجيد هو وجماعته الأشقيائية كانوا يحمون هاي التجمعات، بس عبد المجيد ما اكتفى بهذا الدور وصار عضو بجمعية حرس الاستقلال السرية. هاي الجمعية تأسست سنة 1919 لمعارضة الاحتلال البريطاني بالعراق بعد الحرب العالمية الأولى، ومن أهم مؤسسين هاي الجمعية جعفر أبو التمن ومحمد حسن الصدر ومحمد بحر العلوم وشاكر محمود. وكانوا يجتمعون بعدة مناطق، بس أكثر شيء كانوا يجتمعون بمنطقة الكاظمية. فعبد المجيد صار بالجناح المسلح لهاي الجمعية، يعني راح للمكان المناسب وصار اسم مطلوب للسلطات البريطانية، وقدر يفلت من الاعتقال أكثر من مرة. ومن تعرضت بيوت زعماء هذه الجمعية للمداهمات وللاعتقالات، ونجح عبد المجيد كنة بإنقاذهم وتهريبهم إلى مناطق الثورة الملتهبة بالفرات الأوسط. وكان عبد المجيد كنة يهدد كل الخونة والعملاء المتعاونين مع الإنجليز، وخصوصا من وجهاء بغداد الهواهم إنجليزي. وبعد الوشاية عليه من قبل شرطي تم إلقاء القبض عليه سنة 1920، ونفذ الاحتلال البريطاني حكم الإعدام بحق عبد المجيد كنة، وبعد محاكمة عسكرية سريعة بتهمة التواطؤ مع رجال الثورة ونقلهم خارج بغداد وتكوين مجموعة تستهدف الشخصيات القريبة من الاحتلال. وبعد أيام قليلة استطاعت مجموعة كنة من اغتيال الشخص الواشي على كنة. وتقول الجرايد ذيك الفترة تم تشييع جنازة كنة بطريقة عظيمة، والرفع النعش على الرؤوس والأصابع من كثرة المشيعين، واشترك الجميع بمراسيم تشييعه سنة وشيعة. وبالأخير عبد المجيد صار رمز من رموز الثورة. والسنة اللي بعدها أقيم حفل وطني لتأبينه، وتسابق على هذا الحفل جميع الشعراء والأدباء، وتم تعداد جميع أعماله الوطنية. حبك لوطنك، لقضيتك، بغضك للمحتل، وهواية أشياء حلوة هي فطرة سليمة داخل كل إنسان، لا تبدلها بشيء رخيص. وكان هنا عبد المجيد كنة، وابدعناكم.